أهلا بكم في برنامج بعد سعادة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إن أنت إزاي تقدر تحصل على سنة كاملة بأهم المميزات من شركة جوجل، زي الأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، جميع الأدوات كلها، جميع الإضافات بشكل مباشر. طبعا الطريقة دي أنا كنت اتكلمت عليها في 3 فيديوهات نزلتهم على القناة، تقدر أنت تخش تشوفهم من خلال الآي هنا أو هنا. وطبعا نخش على الشرح عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. أول حاجة الدولة اللي إحنا هنتكلم عليها النهاردة دولة بنجلاديش. هسيب لك طبعا موقع اللي احنا من خلاله ناخد العرض اللي هو جيميناي ستودنت، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. خش على الموقع موجها للنموذج، تقول له جيت اوفر. جيت اوفر عشان نحصل على العرض هيبتدي ان انت تربط بيه الاكونت بتاعك الشخصي. طبعا لازم يكون اكونت مصري، ما يكونش اكونت امريكي بتربط عليه، لان احنا في خلال طريقه الدفع اللي احنا هنتكلم عنها النهارده وهي طريقه الدفع عن طريق الهاتف. فطبعا الاكونت الامريكي ما بيدعمش طريقه الدفع عن طريق الهاتف، فاحنا هنعمل ده اكونت مصري لان هو بيقبل عمليه الدفع عن طريق الهاتف، زي انا فودافون، زي شركه اصلا فودافون واتصالات واورنج. فاحنا هنستخدم طريقه الدفع بالنسبه لرقم الهاتف. تمام. هتبتدي انت تخش، هيبتدي ان هو يجيب لك نموذج من خلال اللينك اللي انا طبعا هسيبه لك في الوصف زي ما قلت. وطبعا من خلال النموذج ده هتلاقي اسم الدوله عندك مصر، هتحذف مصر وتكتب بنجلاديش. بعدها هتكتب اسم الجامعة، هسيب لك طبعا اسم الجامعة في الكومنتات. هتبتدي انت تختار اسم الجامعة بكل بساطة أول حاجة. بعد كده هيقول لك حط اسم أول وحط اسم تاني، هتخلي الاسم الأول من أول حرف لآخر حرف كابيتال، والاسم التاني من أول حرف لآخر حرف كابيتال. والاسمين دول احنا هنحتاجهم بعدين، بس تركز مع الأول لأن الاسمين دول احنا هنحتاجهم في المستند اللي احنا هنبتدي إن احنا نرفعه عشان يثبت لينا وضعنا كطلاب وبالنا في عملية المراجعة. تمام. حطينا اسم اول اسم تاني، عادي ممكن تحط اسمك اسمك الشخصي واسم او اسم وهم، مفيش اي مشكله. بعد كده هتكتب تاريخ الميلاد اللي انا اقول لك عليه ده، يوم 6 شهر مارس 2001 او 2004 على حسب ما هسيب لك في المستند. تمام. انا طبعا هسيب لك كل الملحوظات دي كلها موجوده في كومنت مثبت في الفيديو ده، عشان برضو تقدر تضيف المعلومات بشكل طبيعي جدا. بعدها هتبتدي ان انت تكتب البريد بتاعك الشخصي اللي هو الاكونت المصري اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. هتبتدي بعدها تدوس تفعيل عشان يفعل معاك العرض. هيقول لك اثبت لنا ان انت وضعك كطالب، هتبتدي ان انت هتقول له ماشي ساين انت وكذا، ان هو يحولك لبوابه التسجيل بتاع اللي هي شير اي دي. هتبتدي لما يفتح لك الصفحه الجديده دي تخرج منها، ما تسجلش فيها لان انت احنا ما عملناش ايميل ايميل جامعي عشان نسجل بيه. فطبعا الصفحه اللي هتفتح دي احنا نخرج منها، نبتدي نرجع خطوه لورا اللي هي الصفحه اللي احنا كنا موجودين عليها اصلا. هيبتدي ان هو يقول لك ابلود، ارفع لنا طبعا المستند المؤهل لك ان انت كطالب. هتقول له تمام ارفع، فعل. يقول لك خلاص اعمل لي ابلود للدوكيمنت الملف المستند. هتبتدي ان انت تعمل ابلود دوكيمنت، اضافه مستندات او اضافه مستند. طبعا المستند ده احنا هنجيبه منين؟ انا هسيب لك المستند ده في قناه التليجرام. لازما ضروري جدا تخش تعمل اشتراك في قناه التليجرام عشان تلاقي المستند ده. هتخش هتلاقي المستند ده جاهز تمام معاك، مفيش فيه اي مشكله. هتبتدي بس تاخد المستند ده وتروح بيه على اي برنامج تعديل صور، زي مثلا برنامج البيكس ارت او اي برنامج اديتور عندك في التليفون. هتبتدي ان انت تاخده وتتوجه بالصوره او المستند اللي انا هسيبه لك في قناه التليجرام ده، وتعدله نفس الاسم اللي احنا طبعا ضفناه اللي هو الكابيتال، الاسم الاول والاسم الثاني من اول حرف لاخر حرف كابيتال. هناخد الاسمين دول نحطهم في النموذج اللي انا طبعا زي ما قلت لك اللي انا سبته لك في التليجرام. هتضيفهم وتعمل عمليه حفظ للمستند، وتاخد المستند ده ترفعه في اضافه المستند بتاع العرض اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هيبتدي يعمل عمليه مراجعه، مش هتكمل ثواني ويتم القبول. مبروك انت كده فعلت عرض الطلاب، بس فاضل لك خطوه واحده. بعدها هيبتدي ان هو يقول لك اعمل عمليه ربط. هتبتدي ان انت تخش ماشي مفيش مشكله، نعمل عمليه ربط طبعا في عن طريق الهاتف وطريق عن طريق الفيس. احنا هندوس موافق اللي هو اجري بقى عشان نعمل عمليه ربط. هتبتدي ان هو يوجهك الجيت جيت فون عن طريق اللي هو البلاي ستور او الابل الجوجل بلاي. هتبتدي تخش على جوجل بلاي، بعدها هيحولك على جوجل بلاي. هيقول لك ادفع عن طريق الفيزا، ان انت تعمل اضافه بطاقه، يا اما عن طريق الهاتف تحت انا فودافون.
طبعا هتختار انا فودافون. هيبتدي ان هو يعمل عمليه ربط بالنسبه للرقم الموجود في تليفونك، ايا كان بقى فودافون اتصالات واورنج، اي رقم موجود في تليفونك هيبتدي يربط الرقم بتاعك في عمليه الدفع بتاعه الاكونت الشخصي بتاعك ده. بعدها هتختار الرقم ده وتعمل عمليه اشتراك بيه، بسيطه جدا مفيش فيها اي مشكله خالص، وهيقبل معاك خالص الموضوع، مش هيحتاج معاك اي وقت خالص. والكلام ده انا مجربه ونزلت عن الكلام ده 3 فيديوهات، وناس عملت الموضوع ده بشكل مجاني جدا ومفيش فيه اي مقابل. بس كده، مش عايز اقول لكم اكتر من كده. ما تنسوش انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا رايكم في الحلقه، وتشير الفيديو ده لصاحبك عشان يقدر يفعل العرض ده. العرض ده كويس جدا بالنسبه للطلاب، استفادوا من ادوات الذكاء الاصطناعي وكل المميزات بتاعت شركه جوجل. طبعا شير لصاحبك، وزي ما قلت عشان يستفيد وانت تستفيد، حط لايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، مش عايز اقول لك اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.